انا عمري ما قصدت ان زيزو كان بالونه، اللي كنت بقصد عليه بالونه هو عماد دونجا. عماد دونجا هو البالونه الحقيقي. انا بالنسبه لي اصلا كل ما كنت باجي اعمل فيديو على البالونه وكنت اقول عماد دونجا الاقي لساني بيقول زيزو لوحده، واجي احط الصوره بتاعه دونجا الاقيها بتتحول بالذكاء الاصطناعي لزيزو. اصلا التليفون ما كانش راضي اصلا يحط صوره دونجا، وكان بيحط صوره زيزو كيدا في جماهير الزمالك، ولكن حاليا زيزو عمره ما كان بالونه. زيزو اصلا من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر بعد انضمامه للنادي الاهلي. فانا بالنسبه لي يا جدعان البالونه الحقيقه هو عماد دونجا. دونجا بالون. افرحوا يا جمهور الاهلي، رسميا احمد السيد زيزو لاعبا في النادي الاهلي، خلاص بقى رسمي، والاهلي اتفق مع والد زيزو على كل حاجه. اقول لك رسميا احمد السيد زيزو اهلاوي بنسبة 100%، ما بقتش 99 خلاص. والد احمد السيد زيزو على تواصل مباشر دلوقتي مع مسؤولين في النادي الاهلي عشان زيزو يكون اهلاوي، لان خلاص الزمالك مش عارف يحقق طلبات زيزو. اقسم بالله اقسم بالله بقوا صعبانين عليا. احنا ليه كده؟ احنا ليه صعبين قوي كده؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة النادي الاهلي. انا مش قادر اتخيل والله مشجعين نادي الزمالك او اي نادي تاني ما بيشجعش النادي ده، والنادي ده منافس ليه. احنا صعبين قوي، احنا رخمين قوي، احنا خانقينهم قوي قوي قوي. انت واخد منهم كل البطولات، انت دايس عليهم في المواجهات المباشرة، انت احسن منهم في كل حاجة، انت حرفيا معذبهم وخانقهم وقارفهم في حياتهم. يا اخي مفيش نجم في فريقهم غير وبتلعب في دماغه وبتجيبه في الفترة الأخيرة. انت ما بقتش مخليه